كل موسم الفرق بتحاول تميز نفسها على قد ما تقدر عشان التسويق وعشان الناس تتكلم عنها. واشهر انواع التسويق ده او الاختلاف ده هو بيجي في تيشيرتات الكوره. هي الحاجه اللي نعرف نلعب فيها كده ونغيرها ونخلي الناس تتكلم عنها، ولكن في الحقيقه التغييرات دي مش دايما بتظبط. فانا النهارده جاي لك بشويه تيشيرتات غريبه عدت في تاريخ الكوره. مش لازم تكون الاسوأ، ولكن هي تيشيرتات غريبه. ولكن كالعاده قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش السبسكرايب واللايك للفيديو ده. الحاجات دي ما بتاخدش فلوس ولا وقت وبتساعدني انا، فانت مش خسران حاجه. ولو انت اول مره تشوفني فاهلا بيك في قناه سوكر جيرزيز بالعربي اللي بتتكلم عن كل حاجه ليها علاقه بتيشيرتات الكوره وريفيوز ومقارنات واخبار وشويه حبشتكنات كده. فانزل برضو اعمل سبسكرايب. ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدأ الفيديو. أول تيشيرت أو تيشيرتات معانا هي تيشيرتات الدوري الأمريكي 1996. الدوري الأمريكي وقتها كان لسه مبتدي وكانوا حابين يبرزوا نفسهم شوية، وفكرة الألوان النيون والألوان الفاقعة قوي كانت ابتدت تظهر، فقال لك يلا بينا. فعملوا كل تيشيرتات الفرق في الدوري الأمريكي بألوان فاقعة وداخلة في بعض ومش متناسقة. والفكرة إن في الآخر ولا حد أخد باله منهم أصلا وقال لك دي ناس عبيطة فملناش دعوة بيهم. بعد كده في نفس الموسم 96 نادي ستوك سيتي الانجليزي عمل تيشيرت كوره غريبه جدا. اللي عمل او اللي فكر في التيشيرت دي كان هدفه ان لو انت مش عارفني هتعرفني من التيشيرت. فراح عملوا تيشيرت احتياطيه باللون الكحلي بسيطه جدا وبيزك جدا ما فيهاش اي حاجه، وراح بالورب كده كاتب كلمه ستوك، والكلمه دي كانت باللون الاسود فقال لك مش هتبان. راحوا كاتبين ستوك تاني بالابيض وراها كانها شهادو كده، ولكن هي بنفس الشاربنس والحديه بتاعه الكلمه الاساسيه، فبقوا كلمتين ستوك ورا بعض، واحده باللون الاسود واحده باللون الابيض والاثنين مغطين على بعض. كانت حاجه نيله. بعد كده في موسم 2016 2017 نايك قررت ان هي تعمل تيشيرتات احتياطيه لكذا فريق زي بعض ولكن باختلاف الالوان. فكمل الفرق دي برشلونه ومانشستر سيتي وانتر ميلان وفرق تانية، ولكن اللي مضايقاني فيهم هي مانشستر سيتي. ليه ادرج التيشيرت الثالثه للفريق من البرتقاني للازرق؟ يعني ايه الهدف ان التيشيرت كلها تبقى خطوط رفيعه قوي بالعرض وبدرج اللون البرتقاني الفاقع قوي لحد ما نوصل للون الازرق الفاقع قوي، والاثنين مش لاقيين على بعض. لما تتفرج عليهم في الملعب كده تحس ان في حاجه منوره ماشيه في السكه كده رايح جاي رايح جاي رايح جاي. ما كانتش عجباني خالص. يمكن تيشيرت برشلونه هي اللي كانت لايقه شويه، كانوا درجتين من اللون المنت كده او النعناعي، ولكن التيشيرت بتاعت مانشستر سيتي بالنسبه لي كانت سيئه جدا. ومع واحده من اغرب التيشيرتات الاحتياطيه كانت تيشيرتات ليفربول مع ووريرز. شركة ووريرز كانت بترعى فريق ليفربول لفترة زمنية محترمة، وكانت بتتفنن ان هي تعمل تيشيرتات احتياطية وحشة جدا. فسبحان الله كل تيشيرت احتياطية كانت بتبقى اسوأ من اللي قبليها. جم في 2013 2014 عملوا تيشيرت من 3 الوان، الاسود والابيض والموف، ولكن التيشيرت ما كانتش بالبساطة اللي احنا بنتكلم بيها دي. فالتيشيرت كانت كل حتة فيها بلون شكل من ال3، حتة موف حتة بيضة حتة سودة، بطريقة مش متناسقة خالص، وتحس ان التيشيرت دي هي عباره عن اجزاء من تيشيرتات مختلفه محطوطه في بعض. فتلاقي الصدر باللون الاسود وفي اخره نص ابيض ونص موف ومش متوسطانين كمان، والكمين من تحت لونهم اسود ولكن كم باللون الابيض وكم تاني باللون الموف مخطط بالعرض جوه الابيض. والاوحش من كده كمان ان كل ده كان عليه تفاصيل باللون الذهبي. اللون الذهبي كان في الجزء الاسود، ولكن المنظر العام كله مش حلو خالص ومش مريح بالذات لفريق كبير زي ليفربول. بعد كده مش هينفع نخلص او نكمل الليسته دي من غير بوما اللي جات لنا في الموسم اللي فات وحبت تميز منتخباتها جدا في كاس العالم، وعملت لهم تيشيرتات احتياطيه كلهم زي بعض بالمربع اللي في النص ده اللي عليه لوجو الاتحاد وعلم البلد وجواه الرقم. كانت فكره ما شاء الله ذكيه جدا وفشلت جدا، والتيشيرت دي كانت لا تصلح لللبس من غير ما يكون في رقم قدام. فلو حد عايز يلبس التيشيرتات دي كتيشيرتات خروج او يخرج بيها كان هيبقى شكله عبيط جدا. ومش هنقف هنا، ولكن قبليها بموسم مع بوما برضو لما قررت ان هي تعمل تيشيرتات الثالثه للفرق كلها شبه بعض، وكانت فكرتها هنا ان هي تنشر لوجوهات الفريق على التيشيرت كلها ولكن تشيله من الحته الشمال او اليمين للتيشيرت، وكانت مكتفيه ان هي تكتب اسم النادي على عرض التيشيرت من عند الصدر كده. واللي فيه انديه كتير قوي اعترضت عليها منها بروسيا دورتموند، وعملوا لهم نسخه جديده بلوجو الفريق محطوط طبيعي على الشمال، ولكن فكره ما نجحتش قوي، واغلب المعجبين او مشجعين الكوره بشكل عام
ما حبوش الفكره. بعد كده فريق اسمه كالتشرال ليونيسا قرروا ان هم هيروحوا يلعبوا ماتشاتهم في قمه الاناقه، لدرجه ان تيشيرتات الفريق بتاعتهم كانت عباره عن بدله بيبا بيونا، طبعا مطبوعه على التيشيرت يعني، ولكن المنظر العام هي بدله بيبا بيونا. وطبعا كالعاده فكره عبيطه جدا ويا ريت ما نشوفهاش تاني يعني. بعد كده في فريق في اسبانيا اسمه سي دي بالنسيا موسم 2016 2017 عملوا تيشيرت اساسيه زي ما انت شايف كده قدامك دلوقتي. التيشيرت مش محتاجه اي تعليق، هم حبوا يوضحوا للناس ان الرياضي لازم يبقى جسمه قوي، فقال لك ايه؟ قال لك نلعب ملط. راحوا عاملين تيشيرت بشكل جسم الانسان بعضلاته بكل حاجه، وطبعا دي فكره مقرفه جدا فيا ريت برده ما نشوفهاش تاني. واخيرا في فريق عمل زي بالنسيا وحط على التيشيرت بتاعته جسم الانسان ولكن من جوه، العروق بالقلب بالحاجات دي. لو عارف اسمه اكتب لي تحت في الكومنتات. وشكرا انك شفت الفيديو، اتمنى اشوفك الفيديو الجاي. متنساش سبسكرايب ولايك. سلام.